تعال اقول لكم على الحقيقه على طبيعتها، مش اي حد يقول لك الحقيقه بما يرضي الله دون تكلف، وعلى طبيعتنا خالص يا جماعه. اخوكم هيثم كرة وسينماء، بنحلل كوره وسينما مع بعض. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، والله مش هتخسر اي شيء. واصحابنا في تيك توك خشوا كده على اللينك بتاع اليوتيوب هناك، واشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. وكمان اليوتيوب قال الاشتراك في القناه مجانا، والله مش هتخسر اي شيء. ولو حبيت الخير لغيرك بامر الله الخير هيجي لك. اشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. طبعا يا جماعه بعد مباراه الاهلي وشبيبه القبائل الجزائري مصطفى شوبير، خبر حصري: مصطفى شوبير النادي الاهلي الاداره قررت ان هي تعمل جلسه معاه يعني تعديل العقد بتاعه، لان مصطفى شوبير طبعا بعد تالقه الملفت ما شاء الله للنظر، يعني بياخد في عقده 4.5 مليون جنيه في السنه. فطبعا الرقم ده ما ينفعش خالص مع مصطفى شوبير ووضعه. فطبعا ناقص في عقد مصطفى شوبير، ناقص له سنه لسه في العقد بتاعه. فطبعا هم حابين يقعدوا معاه عشان يعدلوا عقده ويدوا له 20 مليون جنيه في السنه. ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك ويوفقه. والسنه اللي بعدها هيخلوه 25 مليون جنيه. هم عايزين يثبتوا اقدام مصطفى شوبير باي طريقه، وكمان يسرب. يعني اتكلم الاداره قال لهم ان انا مش عايز اعمل سياسه دور ماتش وماتش، لا انا عايز اخلي مصطفى شوبير بعد تالقه ان هو ياخد هو كل مباراه، ومحمد الشناوي بيبقى قاعد ليه ستاند باي او قاعد ليه على الدكه. فطبعا اعتقد الكلام ده مش هيعجب الشناوي، وممكن كمان ان الشناوي يشوف له عرض، والاهلي مرحب جدا لو الشناوي حب ان هو يشوف له اي عرض خارجي. لان برضو الشناوي يعني ايه، كان جاي له عرض من النصر السعودي وضحى كتير عشان خاطر النادي الاهلي. ده بالنسبه للخبر الاول عن مصطفى شوبير. الخبر اللي بعده يا جماعه برضو بالنسبه لامام عاشور، الولد اللي هو ربنا يهديه، اللي ربنا عطاله عقله في رجليه مش في دماغه، موهبته في رجليه مش في دماغه. طبعا هو راح يعمل عمره، ربنا يهديه يا رب. واستأذن من كابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، وفي اشاعه بتقول ان هو لا رايح السعوديه هيعمل العمره، وربنا يوفقه ويطلع منه على برنامج رامز جلال، برنامج المقالب السخيف ده اللي بقى دمه تقيل خالص. فطبعا يا جماعه من اخبارنا ومصادرنا المقربه ان اصلا اللوكيشن بتاع برنامج رامز جلال خلاص شالوا اللوكيشن خلاص وفكوه بقالهم حوالي 10 ايام، والايام دي بيعملوا مونتاج عشان خاطر ينزل الحلقات في رمضان، فبيمنتجوا خلاص. فالكلام ده يا جماعه ملوش اي اساس من الصحه. انا حبيت اقول لكم للعلم. والخبر اللي بعده يا جماعه برضو بالنسبه لمحمود كهربا. طبعا انتوا عارفين محمود كهربا خلاص رجع من رحله الاحتراف في القادسيه الكويتي والفريق الليبي، وخلاص خلاص يعني موجود كهربا في مصر. وفي اخر ايام من قفل باب القيد خلاص، يعني ربنا كرم كهربا ولقى نادي في مصر هيلعب خلاص مع نادي انبي. ومضى خلاص مع الاستاذ ايمن الشريع اللي هو رئيس نادي انبي، وهيرجع لبيته القديم. هو ده مرحله انطلاقه محمود كهربا، ومن خلالها بقى راح الزمالك وخسر بره ورجع الاهلي. ربنا يوفقك يا كهربا، انت ضحيت عشان خاطر النادي الاهلي، وانت بتحب الكيان جدا واحنا عارفين حاجه زي كده. دي بعض